السلام عليكم. كده عشان ما اطولش على حضراتكم، القصيده بتحكي حكايه جندي من جنودنا واقف على الحدود. يا فندم هنا طيب. فباختصار بقول صقر واقف على الحدود، فرد من ضمن الجنود، بس حلمي لما اعود القى بالحضن براح، وابتسامتك والورود تبقى ترياق للجراح، شهدها المسلوب يعود القى طعم المر راح، يعني مستنى اما اعود القى وده، القى شوقك مش وعود نارها بارده، يعني تبقى في حضن قلبي بس شاده، والنهارده بس انا واقف مرابط، اصل ده وقت الكفاح، عسكري مع صف ظابط من المسا لحد الصباح، نالها منك هتلاقينا اعتى من كل الرياح، مش عيالك عزوتك سندك ومالك، بس نفسي تاخدي بالك ان انا من غير سلاح، يعني طيرك من الجوارح بس مهضوم الجناح، للغدا بظلام سارح مهما شقشق 100 صباح، يعني جوع واعرق وكافح بس ما حصلش النجاح، لا وممنوع من الكلام، اصحى بدري قد التمام وارجع العنبر وانام، يتقسم مشهد ختام، العدا واقف قصادي يذبحوا كل الحمام، بس لسه سلاحي فاضي، واما احاول الانتقام يبتدي ضرب الايادي، احنا في معاهد السلام، يعني كهف ظلام بادي، بس لسه الاحترام بينا سايد وضع عادي، يترسم جوايا قاضي حكمه ممنوع الكلام، مالك انت باللي عادي واللي تحت تراب هناه، عسكري ودورك حيادي، يعني ثابت في المكان، وقفتك على التبه غادي، شيل سلاحك والسلام، وارجع العنبر منام، من ساعتها لسه صاحي، لسه واقف ديدبان، شدتي كامله بسلاحي، صقر هيبان الفراق بس مش فارد جناحي، يعني دقت في روح براحي، يعني مش حاضن سلاحي بس شايله والسلام. شكرا.